النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو عن افضل 3 منشطات طبيعيه هتساعد في زياده هرمونات الذكوره وتساعد في تحسين الاداء وتعزيز الطاقه بشكل طبيعي وامن بدون اي مضاعفات جانبيه ولا اي مشاكل ولا انك تاخد حبوب وادويه والكلام الممنوع ده. فهعرفك النهارده 3 عناصر وهقول لك كل عنصر فيهم بيستخدم ازاي، بيشتغل ازاي، وبيعمل ايه، بحيث تعرف كل التفاصيل الممكنه بعد ما شفت الفيديو اللي فات عن تمارين كيجل وبعض التمارين الاخرى اللي هتساعد طبعا في تقويه عضلات قاع الحوض وهتحسن ادائك بشكل مباشر. رقم 1 وهو الجينسنج الاحمر، وده عباره عن جذور الطاقه والتحفيز، وهو اقوى المنشطات الطبيعيه اللي بتكون موجوده في كل الادويه اصلا اللي موجوده، وبيستخدم منذ قديم الازل في الطب الصيني لزياده الطاقه والحيويه. فالجينسنج الاحمر عنصر عظيم جدا في الموضوع ده، وده لانه بيحتوي على مركبات بتساعد على تدفق الدم للاعضاء التناسليه، فبيعزز القدره الجنسيه وزياده مستويات الطاقه وتحسين الاداء بشكل عام. ده غير انه بيعزز من انتاج النيتريك اوكسيد، وده بيساعد في توسيع الاوعيه الدمويه وتدفق الدم للاعضاء التناسليه بكل سهوله، فطبعا بيعزز من القدره الجنسيه وبيعزز من الانتصاب عندك وهيفرق معاك بشكل كبير وهيزود عندك هرمونات الذكوره، فخليه دايما عنصر اساسي عندك. الجينسنج الاحمر بيستخدم على شكل شاي او شكل كبسولات، تمام، وبيستخدم من 200 ل 400 مللي جرام يوميا، تمام. وطبعا ما تنتظرش منه نتيجه فوريه اول ما تاخده، لا ده انت لما تستمر عليه فتره وتاخده بجرعه يوميه هتلاقي نتيجه عظيمه جدا ان شاء الله. المنشط رقم 2 وهو العسل، وده الاكسير الذهبي للصحه الجنسيه، طبعا بجانب طعمه الجميل والعظيم الا انه ليه فوائد عظيمه جدا وعديده جدا، منها تعزيز الصحه الجنسيه وزياده هرمونات الذكوره وزياده القدره الجنسيه. وقديما كان بيستخدم كمنشط جنسي اصلا، وده لاحتوائه على فيتامينات كتير جدا ومعادن واحماض امينيه ومضادات اكسده، فهو ليه فوائد كتير جدا، وبيعزز تدفق الدم للاعضاء التناسليه، هيزود معاك هرمونات الذكوره، هيزود مستويات الطاقه في الجسم، وهيحسن ادائك بشكل مباشر. فانت خد كل يوم معلقه عسل طبيعي كده على معده فاضيه، او حطه على كوبايه لبن دافيه، او تاخد معاه شويه مكسرات كسناك، فده كله كويس جدا وهيفرق معاك بشكل كبير جدا. المنشط رقم 3 وهو الزنجبيل، وده اكتر الاعشاب استخداما في الطب البديل، تمام، لانه برضه ليه فوائد كتير جدا، في مضادات اكسده، هيستخدم كمضاد التهاب، هيساعد من الصحه العامه، هيساعد على تدفق الدم للاعضاء التناسليه، هيعزز من قدرتك الجنسيه، فهو برضه الزنجبيل من اكتر الحاجات اللي بتستخدم كمنشط جنسي. والزنجبيل ممكن تستخدمه على شكل شاي وتضيف عليه قرفه او ليمون، هيعزز من تاثيره، او ممكن تستخدمه على السلطه في الاكل، والجرعه اليوميه بتاعته من 1 جرام ل 2 جرام، تمام. وبرده ما تتوقعش منه نتائج فوريه، الاستمراريه عليه لفتره طويله هي اللي هتعزز من صحتك الجنسيه وهتفرق معاك بشكل كبير، تمام. دول كده كانوا افضل 3 منشطات طبيعيه هيساعدوك وهيجيبوا معاك نتيجه كويسه جدا بدون ما تلجا لاي ادويه خارجيه ان شاء الله. وبكده يكون فيديو النهارده خلص، نشوفكم الفيديو الجاي على خير، سلام عليكم.